السلام عليكم حبيبة قلبي. عايزة تسألني على شوية أسئلة جت في الصندوق. كلموني ناس على الخاص وعايزين يسألوا شوية أسئلة. حبيبة قلبي كتبتهم وإن شاء الله نجاوب مع بعض. عاوزة أسأل عن فلترة الزيت. تمام. لو انت عندك زيت استعملتيه مرتين ولا حاجة، أهم حاجة ما يكونش غامق، وبأكد عليها قوي يا جماعة، الزيت ما يكونش غامق الغمقان الصعب اللي الناس بتشوفه عند بتوع المطاعم والطعمية والكلام ده، خطر جدا، يترمي احسن. لكن لو انت استعملتيه مرتين ولا حاجة ولسه فاتح، مفيش مشكلة. في غلو الزيت دوت عادي تقطعي نص رغيف بايت، قطع كبيرة، وتحطيها في الزيت لغاية ما تاخد لون، وتقومي شايلها بالمصفى وترميها، وكده الزيت زي الفل. او تجيبي بصلايه تقطعيها 4 وتحطيها برضو في الزيت لغايه ما تلاقيها خدت لون برضو، وتشيلي البصلايه، كده الزيت زي الفل. او نص ليمونه، مش عايزه ريحه الزيت تبقى وحشه، تحطي نص ليمونه، وكده زي الفل. بس باكد على عدم غمقان الزيت. طيب عايزة أتخلص من المادة الجيلاتينية اللي في القلقاس، عايزة أطبخه بس ما يبقاش فيه المادة دي، أتخلص منها إزاي؟ الماده اللزجه. امم تمام. بتحطي على قد مقدار القلقاس اللي انت عاملاه، تحطي ميه وعليها نص ليمونه بقشرها. تمام. تغلي الميه، تسقطي القلقاس، وتقومي مصفياه في مصفى، كل الماده الجيلاتينيه ديت هتنزل. وبعد كده هتشطفيه شطفه كويسه كده، مش هيبقى فيه اي مواد، اي ماده لزجه، وتحطيه في الشوربه عادي. اهم حاجه القلقاس ما يستويش في الميه. تمام. عايزة أحفظ التوابل لفترة كبيرة شوية. تمام عادي. عايزة تحتفظي بيها مطحونة، ما فيش أي مشكلة. عايزة تحتفظي بيها حبوب، عادي بتشيليها، بس أنا بفضل الحبوب. يعني عايزة تشيلي توابل كمية، يعني حبوب، هتطلعيها تعوزي بقى تعملي ايه على قد مثلا حاجة تكفيكي أسبوع، حاجة تكفيكي شهر، مفيش أي مشكلة. بتطلعي الحبوب وتقلبيها في طاسة تيفال، تقلبيها كويس. وبعد كده لما تحسي ان هو سخن، تطفي النار وتسيبيها تبرد. تفضي التوابل في حاجة، تحاولي تبردي فيها طبق صيني ولا حاجة. وبعد كده تطحنيها عادي. اهم حاجة ما تحطهاش في المطحنة سخنة، تبقى التوابل باردة. تمام يا حبيبتي. عادي انت بتشيلي التوابل الصحيحة او الناعمة في الفريزر عادي. عايزة تستعملي الناعمة، بتطلعي اسبوع باسبوع. عايزة فترة اطول تقعد عندك شهر ولا حاجة، يبقى ما تكوني حافظاها صحيحة، تطلعي الحبوب بتاعة التوابل، تجيبي طاسة تيفال تسخن على النار، وتنزلي بالتوابل الحبوب، وتقلبيها بمعلقة خشب. وبعد كده تفضيها في أي طبق صيني أو أي حاجة ستانلس بحيث إنها تبرد. أول التوابل ما تبرد تحطيها بقى في المطحنة تطحنيها. أهم حاجة ما تحطيش التوابل سخنة في المطحنة. انت لما بتقلبيها على النار، بتطلعي المادة اللي هي الرطوبة اللي فيها، فبتبقى جميلة جدا. دي ممكن تقعدي شهر طحنة، الحاجات دي حلوة قوي. لكن لو ناعمة اسبوع بس يا جماعة على فكرة. عاوزة أحفظ الريحان أو النعناع أو الكرفس فريش لفترة أطول، أحفظه إزاي؟ تقصدي اخضر يعني؟ اه. تمام. بتقطفي النعناع او الريحان، وتحطيهم في الكبة يطحنوا كويس قوي،
يتفرموا كده. وبعد كده بتحطي، لو انت هتستعمليه الريحان للاكل، بتحطي معلقه زيت وتحتفظي بيه في برطمان في التلاجة. عايزه تقعديه فتره اطول، ما تحطيه زيت وحطيه في كيس وحطيه في الفريزر. تمام. والنعناع بتحتفظي بيه برضو ورق او عيدان، زي الكرفس يا حبايبي. الكرفس ما احنا بنحتفظ بيه في الفريزر، بس عيدان، لان عيدان الكرفس افيد من الاوراق اصلا. تمام. يعني النعناع والريحان بالعيدان، النعناع والكرفس بالعيدان. لكن الريحان لو هتستعمليه في اكل ولا حاجه، زي ما قلت لك، معلقه زيت ومفروم في برطمان في التلاجة عادي. عايزاه فتره اكبر عندك في الفريزر، حطيه في الفريزر. تمام. ينفع احفظ الجلاش والسمبوسة؟ وهي محشيه امم. عادي جدا. امم. تحطيها مثلا في طبق من الفيل، انت حشيتيها تمام، بتحطي كيس وتقومي حاطه ترصي الطبق الفل دوت بالجلاش، وتحطي كيس، وبعد كده بتحطي رصة تانية جلاش وتحطي كيس، ورصات بقى زي ما بقول ما بعمل كده، يعني بين كل رصة ورصة كيس عشان ما يلزقش على بعض. وتطلعيه يهدى سنة بسيطة، مش يتفك قوي، وتقومي منزلاه في الزيت، دهناه فرشة زيت وتدخليه الفرن، بيطلع زي الفل. لحمة او جبنة عادي، مفيش اي مشكلة. تمام. تتبيلة السمك، تمام. ليه لما بتبله بحس ان هو اللحم بتاعه بيتهري شوية؟ السمك بالذات على فكرة. امم. صح. اه. تمام. انتي بتتبلي السمك عادي بالثوم والكمون والملح وكل حاجة الا الليمون. تتبلي لو انت هتبيتيه في التلاجة، التوابل بس، التوابل والثوم. تمام. تاني يوم بقى انت هتقليه او هتقعدي ساعتين 3، ملح وكل حاجة الا الليمون. تتبلي لو انت هتبيتيه في التلاجة، التوابل بس، التوابل والثوم. تمام. تاني يوم بقى انت هتقليه او هتقعدي ساعتين 3، تقومي عصر الليمون، تعصري الليمون عليه وتفتحيه كله وتحطي الليمون. ليه؟ عشان الليمون او الخل يا جماعة لما بيفضل على السمك بيهري السمك. ليه الورق الألمونيا خطر في لف الأكل السخن؟ السخن طبعا خطر، وخطر جدا كمان. اما تيجي تغطي ورق الالومنيوم على الاكل سخن، كل السموم اللي في ورق الالومنيوم يا جماعه بتنزل على الاكل، وده مش صحي خالص. في ناس بتحط الطاجن او صينيه ويحطوا الورق الالومنيوم ويرصوا حاجتهم ويدخلوها الفرن، لا طبعا غلط جدا. ممكن احط ورق زبده، ورق زبده في ارضيه الصينيه، وتقومي رصه حاجتك وتدخليها الفرن. عايزه تغطي بورق الومنيوم الفرن عادي جدا، تعملي ايه؟ تحطي مثلا ورق الزبده تحت، وتقومي رصه المكون اللي انت عاملاه، فراخ لحمه اي حاجه انت حطاه، وتقومي حاطه من على الوش برضو ورق زبده وتلفي بالورق الالومنيوم. اهم حاجه يبقى فيه عازل بين الورق الالومنيوم وبين الاكل. تمام كده حبيبه قلبي، وانا في الخدمه وكده رضا.